في الحلقة اللي فاتت شفنا كيفاش روبرت كيوساكي الدري اللي عنده 9 سنين وجا الاب الغني وغوت عليه حيت كيخلصوا غير 10 سنت للساعة، وشفنا كيفاش هذاك الاب الغني عطى اكبر تصرفيقة نفسية فاش شرح ليه سباق الفئران، وكيفاش الخوف والطمع كيخليوك عبد للصالير ديالك حياتك كاملة. ولكن شنو وقع من بعد؟ واش روبرت استسلم ورجع يلعب الكورة مع صحابه؟ واش قال هاد خونا استغلالي ما بقيتش غنخدم معاه؟ لا، بغيت نقول لك القصة راه يلاه غتبدا صديقي، فحزم الصمتة وركب معايا خنشرح لك دابا مزيان، حيت الدرس الثاني اللي غادي يعطيه الاب الغني غيقلب لروبرت الدماغ ديالو وغيقلب لك ثاني الدماغ ديالك. يلا نديماريو الطونوبيل. الاب الغني قال روبرت ومايك الا بغيتو تفهموا كيفاش الفلوس كتخدم خاصكم تحيدوا من دماغكم الفكره ديال الصالير. من اليوم غترجعوا تخدموا معايا في المارشي ديالي وتمسحوا الغبره، ولكن هاد المره ما غنخلصكمش، غتخدموا فابور. روبرت في هاد اللقطه تصدم، ولكن في الاخر عاوتاني كما العاده وافق حيت ما عندوش حل اخر. دازت السيمانه الاولى والسيمانه الثانيه والسيمانه الثالثه، روبرت ومايك كانوا كيمسحوا الغبره في داك المارشي اللي كان مظلم بلا حتى ريال. واحد الوقيته روبرت بدا كيجيه واحد الاحباط اللي خيالي، انا علاش كندير هادشي؟ شنو كنستافد؟ ولكن الاب الغني كان عنده واحد الهدف، كان باغي يقشل فيهم ديك البرمجه ديال انك تخدم وتسنى الخلصه في اخر النهار. كان باغي يجوع عليهم الدماغ ديالهم باش عينيهم يتحلوا على الفرص اللي دايرين بهم. واحد النهار وهما كيمسحوا الغبره، روبرت لاحظ واحد القضيه كانت ديما كطرى قدام عينيه، ولكن عمرو عطاها اهميه حيت كان مركز غير على 10 سنت ديالو. لاحظ بلي الموزع ديال المجلات اللي هما الكوميكس او القصص المصوره ملي كيجيب مجلات جداد المارشي كيشد المجلات القدام اللي ما باعوش كيقطع عليهم الغلاف الفوقاني كيعطيه للمول المارشي كدليل باللي ما باعوش، والمجلات اللي بقاو كيلوحوهم في الزبل. روبرت بحكم ان دماغه تبرمج باش يقلب على الفلوس ماشي على الصالير، مشى كيجري عندك الموزع قال لي عمي واش تقدر ناخذ هاد المجلات اللي كتلوح؟ الموزع شاف فيه وقال ليه واخا تاخذهم ولكن بشرط واحد، وعدني انك ما غتعاودش فيهم للبيع. روبرت قال ليه كنواعدك وكنحلف لك بالله بانني ما غاديش نعاود فيهم للبيع. من بعد ما خداهم روبرت مشى كيجري عند صاحبه مايك. الدراري بزوجهم زربوا على الكراطن ديال المجلات وداوهم بالزربه للكراج ديال بوات مايك. جلسوا كيفكروا عندنا مجلات واعرين، واو غادي نقراو فابور. الدراري الحومه كاملين كيحماقوا عليهم، ولكن عطينا وعد باللي ما غاديش نبيعوهم. اذا كيفاش نقدروا نديروا منهم الفلوس؟ صديقي دابا بغيتك تركز معايا مزيان حيت هنا الانسان عادي ملي كيتسد عليه الباب ديال البيع كيحبس كيقول صافي المشروع فشل، ولكن العقليه الغنيه كتقلب على الحل من برا الصندوق اوت اوف ذا بوكس. روبرت قال لمايك واحد الفكره اللي واعره، الا ما كناش نقدروا نبيعوهم علاش ما نكريوهمش؟ علاش حنا ما نديروش مكتبه ديالنا في الكراج؟ ففعلا نظفوا الكراج وستفوا المجلات في الرفوف بحال شي مكتبه حقيقيه، ومشاو عند الدراري الحومه اللي كانوا ولاد مرفحين هذيك الساعه قالوا لهم درنا لكم مكتبه ديال الكوميكس الدخله ب 10 سنت وتقدر تجلس ساعتين تقرا شحال ما بغيتي. الدراري الحومه طاروا بالفرحه هذيك الساعه، علاش؟ حيت المجله الوحده الجديده كانت كدير 10 سنت في ديك الساعه، ولكن في هذا الكراج ب 10 سنت كيقدر الدري يقرا 5 ولا 6 ديال المجلات في ساعتين. فبالنسبه لهم كان هذا واحد العرض لا يرفض، وفغيمون المكتبه خدمات. الكراج ولا عامر بالدراري ديال الحومه كل نهار من مورا المدرسه، الفلوس بدات كتدخل، الصرف بدا كيتكب عليهم وهما فرحانين. ولكن تخيل معايا في ديك اللحظه لانهم واخا بداو كيديروا الفلوس بغاو يعيشوا حياتهم، ما يمكنش يبقاو مقابلين غير الكراج نهار كامل. شنو داروا؟ جابوا خت مايك الصغير قالوا ليها غتبقاي في هذه المكتبه غتقطعي الاوراق للدراري وغتحفظيهم باش ما يسرقوش المجلات، ومقابل هذا الشيء غنعطيوك دولار واحد في السيمانه. ففعلا خت مايك وافقات وخدمات في ديك المكتبه، والدراري الحومه كانوا فرحانين وكيقراو، وروبرت ومايك كيمشيو يلعبوا الكره، وفي العشيه كانوا كيجيو كيلقاو ديما الفلوس مجموعه كتسناهم. روبرت ومايك كانوا كيدخلوا تقريبا 9 دولار في السيمانه وهما مرتاحين وما خدامينش بيديهم. هذه هي اللحظه اللي فهم فيها روبرت الدرس العظيم ديال الاب الغني، فهم الفرق بين انك تخدم على قبل الفلوس وبين انك تخلي الفلوس تخدم عليك. فاش كان كيمسح الغبره في المارشي كان فقط موظف، وكان كيبيع وقته والمجهود ديالو ب10 ديال السنج، والا مرضو ما جاش الخدمه ما غاديش يتخلص. ولكن فاش دار المكتبه ولا صاحب اعمال بيزنس اونر، وظف شخص اخر خد مايك، جاب اصول اللي كانوا هما المجلات وصنع واحد النظام ولا كيدخل الفلوس وهو ناعس وهو كيلعب كوره وهو في المدرسه. صديقي صديقاتي وقف معايا هنا وشوف لي الواقع اللي كنعيشوه حنا اليوم. شحال من واحد فينا داير مشروع ولكن في الصراحه هو غير شاري وظيفه لراسو، تلقى حل الحانوت ولا داير سناك ولا شاري هوندا كيدير بها التوصيل، كيفيق مع 6 الصباح وكيسد مع 12 الليل. الا مرض يومين وسد الحانوت الدخل كيوقف. واش هذا مشروع؟ لا،
هذا غير خدام عند راسه، سيلف امبلويد. المشروع الحقيقي ولا البيزنس هو اللي كتقدر تخليه شهر وتسافر، وملي ترجع تلقى دخل لك الفلوس اكثر من اللي خليتي فيه. الا لاحظتي بلي الاب الغني ما عطاهمش الفلوس، ما علمهمش كيفاش يكتبوا سيره ذاتيه باش يخدموا في الشركه، عطاهم الجوع معلم، خلاهم يخدموا فابور باش دماغهم يخدم ويبدا يشوف الفرص بلاصه ما يشوف الصالير. الناس العاديين كيمشيو في الشارع وكيشوفوا غير المشاكل، هذه غاليه، هذه خايبه، الخدمه ما كايناش. الاغنياء لا، كيمشيو في نفس الشارع وكيشوفوا المجلات اللي تلاحت في الزبل وكيصنعوا منها مكتبه كتدخل لهم $9 في السيمانه وما ناعسين. روبرت كيوساكي في هذه اللحظه فهم باللي قدر يهرب من سباق الفئران وهو باقي دري صغير، ولكن البيزنس ديال المكتبه ما غاديش يطول بزاف، حيت وقع عليهم واحد المشكله مع دوك الدراري الحومه اللي غتخليهم يسدوا الكراج. وهنا غيجي وقت الدرس الثالث، الدرس اللي كيهضر على واحد الحاجه سميتها محو الاميه الماليه. علاش بزاف ديال الناس كيربحوا الملايين في اللوطو او المشاريع ومن بعد عامين كيرجعوا فقراء كيف ما كانوا؟ السر كاين في كيفاش كتقرا الارقام. هاد الشيء اللي غنشوفوه بالتفصيل وبامثله من الواقع المغربي ديالنا في الحلقه الجايه. وما تنساش تخلي لي الراي ديالك لتحت، واش حتى انت فايت لك قبل بديتي شي مشروع ولقيتي راسك في الحقيقه موظف بدل انه عندك سيستم اللي كيدخل لك الفلوس واخا انت ما كاينش؟ بغيت نقول لك دير لايك وبارطاجي هذا الفيديو مع شي صاحبك اللي محتاج يفيق، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.